خويا سالم، موضوع المتقاعدين في تونس اللي قاعد يثير جدل خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، شنو هو بالضبط وشنو يهم المواطن يحب يسمع شنو المشكل بالضبط في هذا؟ بارك الله فيك سي مراد علي تحت المرسلية. أنا مش نتكلم اليوم كمتقاعد ومانيش يمكن أدعي نتكلم باسم الجميع، ولكن المطلب بتاعي هو مطلب تبناه جميع المتقاعدين فهم اللي قضى 20 سنة وفهم اللي قضى 30 سنة وفهم اللي قضى 15 سنة وفهم اللي قضى 40 سنة. المتقاعدين عندهم حاجة واحدة، يتوجهوا بنداء ضيل بضامن الدستور سيادة الرئيس قيس سعيد، الأستاذ قيس سعيد. يا سيد الرئيس لو سمحت، نعرفوك أنت زاهد في الدنيا ونعرفوك أنت حبيب الجميع ونعرفوك أنت نفسك متقاعد، فمن فضلك يا سيد الرئيس تلتفت لنا شوية. راه المتقاعدين تعبين برشا، احنا لا طالبين زيادات، ونعرفوا ميزانية الدولة ونعرفوا في الوضع الاقتصادي، ما نتاش طالبين حتى شيء سيد الرئيس. وقت اللي كنا نخدموا احنا وكنا نتقاضوا في راتب كانت تصير فيه اقتطاعات وقصصات برشا للزمن الاجتماعي للكنام للتأمين إلخ إلخ إلخ. هذاك قانون ما فيش حد شيء. طلعنا تقاعد، الجرايه هذيك يا سيد الرئيس راهي ادخار احنا حطيناها في الصندوق هذاك، علما وانه ميزانيه الصندوق الزمن الاجتماعي والتقاعد هي من مدخرات المتقاعدين. علاش يا سيد الرئيس لو تكرمت وتسمع الله يطول في عمرك، لامبو الضريبه تتقص على الجرايه كيفاش؟ ثم اللي تتقص له 200 دينار، ثم تتقص له 300 دينار، تو الجرايه تتقص عليها التامين، الله يبارك، صندوق الزمن التامين على المرض تتقص عليها راس مال عند الدفن، الله يبارك. اما امبو ضريبه وبالحجم هذاك، من فضلك يا سيد الرئيس ثماش امكانيه تعطي تعليماتك للسيد وزير الشؤون الاجتماعيه في مشروع قانون نعرفوه هي تو محطوطه في ميزانيه الدوله ومستحيل باش تفتحها، ولكن نكرر سؤالي ونكرر مناجاتي ليك يا سيد الرئيس، والله العظيم تعبنا، ثماش امكانيه يقع مراجعه الضريبه هذه على الاقل حتى نصفها يتنحى، وربي يطول في عمرك ويعطيك الصحه سيد الرئيس.